يا أهلا وسهلا. أنا مروة ودي قناتي كوباية قهوة مع ميرو. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك. ادعمونا باللايك وبالتعليق، ويلا بينا ندخل على الفيديو. موضوع النهاردة: إزاي تكوني واثقة في نفسك ومش خايفة ولا خجلانة تتكلمي أو تتعاملي مع اللي حواليك. الموضوع ده يهم كل ست وكل بنت، والحاجات دي اكيد وقعنا فيها كتير. حتة ثقتنا المهزوزة، بس الحمد لله عدينا المرحلة دي. لكن الناس اللي معرفتش تعدي المرحلة دي، الناس اللي لسه واقعة في الموضوع ده، موضوع عدم الثقة في النفس والهزة دي في الشخصية، تعالوا نتكلم النهاردة ازاي تطلعي من الحتة دي وتبقي واثقة في نفسك وعندك شخصية. يلا بينا. أول حاجة عايزاكي تسأليها لنفسك: هو انت مش واثقة في نفسك علشان خايفة تتكلمي قدام اللي حواليكي لا يقولوا كلام ينقدك، ولا انت مش واثقة في نفسك لانك عجبك الحال ده وريحك، لانك ما بتحبيش تكوني ظاهرة وواضحة وعارفة تتعاملي؟ سألت نفسك قبل كده هو انت ليه كده؟ عايزاكي تفهمي حاجة: كل الناس اللي حوالينا استحالة كلهم هيرضوا بشخصيتنا، استحالة كلهم هيوافقوا بشخصيتنا. انت لما بتعدلي وبتعلي من شخصيتك وبتعلي من ثقتك بنفسك، انت بتعليها مش عشان الناس، انت بتعليها عشان انت ترتاحي، عشان انت تعرفي تتعاملي. انت بكرة لو انت بنت بكرة هتبقي ام. لو انت ما عندكيش اي ثقة في نفسك، هتربي ولادك ازاي؟ هتتعاملي مع جوزك ازاي؟ تخيلي لو انت مهزوزة وما عندك الثقة في نفسك، يوم ما تتجوزي ممكن تتجوزي شخص غلط. تخيلي ان هو هيمشيكي كمان على الغلط، مش هيمشيكي على الصح، لان انت ما تقدريش تواجهي وتقولي على فكرة ده غلط، لانك ما عندكيش ثقة في نفسك. انت ما بتحبيش تقفي في المواقف وتتكلمي، بتبقي مهزوزة، بتبقي خايفة من اللي حواليكي، لا اما يفهموكي غلط، لا اما يتكلموا عنك بشكل سلبي، لا اما يشاوروا عليكي ويقولوا اللي ما عندهاش ثقة اهي. كل ده غلط. لازم تطلعي من الحتة دي. الحتة دي هي اللي مغرقاكي، والحتة دي هي اللي عمالة تدفنك كل يوم ورا التاني. أولا، ثقتي في نفسي أنا ما بتولدش بيها. ثقتي في نفسي أنا باخدها من الدنيا ومن المواقف، باخدها من العلاقات، باخدها من عمي ومن خالي، من بابا، من ماما. ثقتك في نفسك بتتكون إنك طالعة سلم بالظبط، وكل مرحلة بتعدي السلم ده. لكن للأسف في ناس حوالينا واقعين في حتة احنا لسه تحت، ما قدرناش نطلع. كم مرة شفت بنت صغيرة وأول ما وقفت معاها شوية حسيت البنت دي عندها شخصية وواثقة في نفسها جدا، وكمان انت متنبئة لها ان هي لما تكبر هتبقى حاجة وهتبقى شخصية. مش بيقابلنا المواقف دي؟ طب سألت نفسك قبل كده ليه في ناس من صغرها حتى واثقة في نفسها، وفي ناس عندها 60 سنة ما عندهاش ثقة في نفسها؟ لأن الثقة دي بتبقى مهارة. يعني ايه؟ مواقف انت بتتعرضي لها من الصغر، ففي ناس ذكية بتلقطها، في ناس بتكسب المهارة دي في وقت قصير. في ناس عشان يبقى عندها ثقة في نفسها هتمر بمراحل كتيرة، لأن هي مش من الشخصيات اللي بتاخد اللقطة على طول وتترجمها وتفهمها. الناس دي هتاخد وقت شوية بس هتوصل، يمكن هتوصل متأخر، بس المهم وفي النهاية بعد كده هتعرف تتعامل. بعد كده مش هتخاف تتكلم قدام حد. بعد كده لما حد يقول لها كلمة مش هتحط وشها في الأرض وتدفن نفسها وتقول أنا ما أقدرش أرد، لان انا لو رديت ممكن اللي قدامي يزعق لي، ممكن اللي قدامي ما عادش يكلمني. ساعتها هتعرف تاخد حقها بمنتهى الاحترام، واللي مش عاجبه مش هيفرق معاها، لان هي عارفه ان هي ما غلطتش وعارفه ان هي ما تعدتش حدودها. هل ده معناها ان تستخدم لسانها سلاح؟ بمعنى قاعده في مكان، قاعده في قاعده، سواء مع اصحابي، سواء مع قرايبي، سواء مع جيراني، قاعده مع اي حد كان، هل عشان انا
اثبت للي قدامي ان انا عندي ثقه في نفسي، ان انا ابين له ان زعله مش مهم بالنسبه لي واغلط فيه، ويكون لساني سليط ولساني جارح. دي مش ثقه في النفس، دي معناها ان انا ما بيفرقش معايا اللي قدامي. ممكن يكون اللي قدامي ده حساس جدا، الكلمه تفرق معاه، ممكن الكلمه تخليه يدخل ينام ما يقومش من كتر ما الكلمه بتذبحه وبتاثر فيه. فاللي انت ما ترضوهوش على نفسك ما ترضوهوش لغيرك. وفكره ان انت تكوني بتستخدمي لسانك لانك ضعيفه، ما عندكش ثقه في نفسك، فمش عارفه توازني، مش عارفه تتعاملي. هو انا اقول في الموقف ده ايه؟ طب هو انا اسكت امتى؟ طب هو لو حد قال لي كده ممكن ارد واخد حقي ازاي؟ ولو حد قال لي كلمه تانية ممكن ارد او اسكت ازاي؟ انت ما بتبقيش فاهمه. هي شعره ما بين دي ودي، ودي هتفهميها مع التمارين، مع معالجة نفسك، مع معالجة عيوبك، مع القراءة، مع اللجوء لربنا، مع الورد اللي هتقرأيه وتفسير القرآن اللي هيغير فكرك وهينميه. خلي بالك من حاجة، انت مجرد ان فكرك بيكبر وبينمو تبقي انسانة مليانة، انسانة ما عادش ينفع تقعدي غير مع الناس اللي فاهمة، غير مع الناس اللي بتعرف تقرا الافكار العالية، مع الناس المتعلمة. مش المتعلمة يعني اللي معاها شهادة، لا، الناس اللي فهمت الحياة، الناس اللي بتسعى ان هي تفهم، الناس اللي ما بتحبش تبقى قاعده عبيطه في القعده، عايزه تعرف ايه اللي بيدور، عايزه تتكلم زي اللي قاعدين بيتكلموا، علشان ما حدش يحس ان هي قليله، ولا هي عايزه تحس ان هي قليله، هي عايزه تواكب الموقف. فلازم تتعلمي امتى اتكلم وامتى اسكت، امتى اقول رايي وامتى احتفظ بيه لنفسي. ثقتك في نفسك هتعلى ساعه ما تواجهي نفسك. انا اول ما ابتديت القناه دي كنت فكره ان اطلع بوشي في القناه، عايزه اقول لكم ان فكره تقريبا مستحيله، يعني ممكن تكون مش في دماغي اصلا. مع الوقت حسيت ان انا عايزه اطلع اتكلم، عايزه يبقى لي صحاب، يبقى لي ناس، يبقى لي، اصلا انا بنت وحيده فعشت الاحساس، احساس الوحده، احساس ان انا ماليش سند، احساس ان مفيش حد ممكن ارفع عليه تليفون اشتكي له غير ماما الله يرحمها، رحمه الله عليها. الفكره في حاجه، ان انا لما عشت الاحساس دوت قلت طب ليه انا ما اكونش صداقات، منها ان انا اتوكل على الله وافتح مشروع يمكن في يوم من الايام يجيب ربح هينفعني هينفع ولادي، وفي نفس الوقت يبقى لي صحاب، يبقى لي ناس حبوني وانا حبيتهم، يبقى لي عيله. التفكير ده خلاني اتحرك من منطقه الخوف، بس ما اتحركتش منه وانا خايفه فطلعت على الكاميرا، مفيش كده. انا قعدت شهور ادرب نفسي على ان اقعد قدام تليفون واتكلم، شهور، لان ما ينفعش اكون خايفه واقوم طالعه، ما ينفعش اكون انا في حاجه جوايا قلقاني، انا مش متعوده على الكاميرا، انا مش اخده على كده لواحده بتمسك التليفون وبتتكلم قدام الناس وبتنزل على اليوتيوب الفيديو. خلاص انت كسرت الحاجز ده، انا كسرته، بس قعدت شهور امرن نفسي على ان انا اقدر اعمل كده، اقدر اتكلم مع الناس، اقدر اطلع واتعامل. انت كمان شوفي ايه اللي خايفه منه وامشي وعالجيه. لو انت بتخافي تتكلمي قدام حد، افتحي تليفونك وانت قاعده لوحدك، اعتبري التليفون ده شخص قدامك، اقعدي اتكلمي وخدي ودي، وبعد كده امسحي الفيديو. اعملي الموضوع ده مره واثنين وعشرة، دربي نفسك على انك تقدري تتكلمي، تقدري تفتحي مواضيع مع اي حد مهما يكون شهادته ومهما يكون علمه. ثقفي نفسك، هاتي كتب اقرأي فيها، خليها تفتح افقك، خليكي فاهمه ايه اللي حصل في الدنيا. اعرفي درجات الحرارة يعني ايه، اعرفي بكرة هيبقى ساقعة ولا حر، اعرفي الطقس يعني ايه درجات الحرارة، ويعني ايه الطقس، ويعني ايه المناخ. افهمي، افهمي عشان لما تقعدي مع حد ما يحسسكيش انك مش فاهمة حاجة، انك فاضية. انت مجرد ما مخك وعقليتك بتنمو وبتتغير، انت في اللحظة دي بتحسي انك ما عادش ينفع تقعدي مع حد فاضي، انت عايزة تقعدي مع حد يفهمك، حد مخه شبه مخك، واحد او واحده تفكيرها زي تفكيرك. فافهمي النقطه دي، انت ثقتك في نفسك بتتغير بالتدريج مش بالقرار. مفيش واحده مهما كانت شخصيتها تقدر تقولك انا بكره هيبقى عندي ثقه في نفسي. عمرك شفت كده؟ طب عمرك شفت حد بيقولك انا من بكره الصبح هعرف اتكلم؟
مفيش حاجه اسمها كده. انت لو اخدت القرار النهارده ورحتي بكره تطبقيه، انت لبستي. لبستي ليه؟ هتقعي في 100 غلط، هتقعي في 100 مشكله، لانك ما اتدربتيش. الانسان اللي بيتدرب بيعرف يتعامل في الموقف مهما كان صعب. الانسان اللي واثق في نفسه ما بيهموش لو هو واثق في قراره، ما يهموش لو كل اللي حواليه قالوا له انت غلط، لانه بيبقى عدى المرحله دي، مرحله الفهم. هو فهم خلاص، هم لسه مش فاهمين، هيفهموا بعدين. هو عايز ياخد القرار الصح في المكان الصح في الوقت الصح، حتى لو اللي حواليه ما فهموش، مش مهم، هيفهموا مع الوقت. ولازم تعرفي حاجه، ثقتك في نفسك مش معناها انك تكوني مشهوره او الناس كلها عارفاكي. انا عندي ثقه في نفسي، انا بطلع، انا بعمل قناه. مش كل اللي عاملين قنوات واثقين في نفسهم، ولا كل اللي ما عملوش قناه واثقين في نفسهم. مفيش الحاجات دي. عيشي نفسك. في واحد يعرف يمسك ورقه ويرسم، يطلع لك احلى رسمه فوق توقعاتك، بس هو مش بتاع كاميرا مثلا. هل ده معناها انه في عله او هي مشكلته الكاميرا؟ لا. كل واحد بيعمل هواياته، كل واحد بيروح الاتجاه اللي بيريحه، كل واحد بيتخطى مشاكله بطريقته. بس المهم في النهايه ان كلنا معترفين ان عندنا مشاكل، وبنعديها، بنتدرب على ان احنا نكون صح، بنتدرب على ان احنا الموقف اللي وقعنا فيه في يوم من الايام وكان غلط، نعترف لنفسنا ان احنا كنا غلط. والموقف ده انا ما اتصرفتش فيه التصرف اللي كان لازم اتصرف فيه، انا اتصرفت غلط، اتصرفت بعشوائيه. اعترفي لنفسك ان في مواقف انت عملتيها غلط، عيشي الغلط ده عشان تعرفي تطلعي منه الصح. ما تنكرهوش عليكي، ما تقوليش انا عمري ما غلطت. دي مش ثقه في النفس. لو انت فاكره ان ثقتك في نفسك انك تنكري على ذاتك انك غلطتي، انك اتصرفتي في مواقف كنت المفروض تتصرفي فيها صح بس اتصرفتي فيها غلط لاي سبب كان، لانك كنت متعصبه، لانك كنت فاهمه الموقف غلط، ايا يكن، في النهايه انت عارفه ان انت اتصرفتي غلط. اعترفي لنفسك وقولي انا كنت غلط، واطلعي بقى من الغلط ده بالصح. بعد كده هتعرفي تديري الموقف، هتعرفي تتكلمي، مش هتخافي من اي حد. في النهايه كل اللي حواليا ما يقدروش يعملوا لي اي حاجه، ما حدش هياخد روحي حتى لو غلطت، حتى لو وقعت في اي حاجه مش صح، ما حدش ليه عندي حاجه. اقصى حاجه يقدروا يعملوها معاكي ان هم يهزوكي، يقولوا لك كلمه تجرحك، او كلمه في الحته اللي بتوجعك، لان جرحك لسه جواكي، انت ما عالجتيش الجرح ده. فما تخافيش من حد، واجهي الحياه، بس تدربي الاول وتعلمي امتى تسكتي وامتى تتكلمي، علشان ساعتها يبقى عندك راحه نفسيه وما تشعريش على الاقل بالندم. وانت ماشيه في طريقك كده للثقه في النفس، هيقابلك النفوس، هتقابلك ناس مهما حاولتي تتطوري، مهما كنت شخصيه قويه، مهما كنت واثقه في نفسك، مهما كنت كاريزما، هيطلعوا فيك العيوب. ساعتها هتعملي ايه؟ هتقعدي تبكي، او هتقولي ان هم مش حابيني، او الغلط فيا، او العيب فيا؟ اعرفي ان احنا مش هنعجب كل الناس. انت لما بتكوني شخصيه واثقه في نفسها، ده عشان تواجهي الحياه، عشان تقفي على رجلك، عشان اي حاجه تتحطي فيها تعرفي تحليها وتعرفي تدوسي فيها. لكن مش كل الناس هتتقبلك، مش كل الناس هتحبك، مش كل الناس هيقولوا انت شخصيتك اتغيرت، شخصيتك بقت حلوه. في ناس هتشوفك اتغيرتي، في ناس هتشوفك ان انت اتطورتي، في ناس هتشوفك انك بقيتي بجد عندك ثقه في نفسك ملحوظة، كل اللي حواليكي ملاحظها، ومش هيقولوا. بالعكس، ده ممكن يحسسوكي ان انت بقيتي اقل من زمان، انك ما اتعلمتيش حاجة، عشان يرضوا شيء في نفسهم. فما تخليش نقد اللي حواليكي وانت في طريقك للثقة في النفس يأثر فيكي او يوجعك او يدوسلك على الجرح. خدي الموضوع ببساطة، بسهولة. اللي قدامي قال لي نقد، انا متأكدة انه مش فيا، اخده من هنا وارميه من الجنب التاني. واعرفي ان الناس ارائهم مختلفة، مش كل الناس هتحبنا، ولا كل الناس هتشوفنا بالنضارة اللي غيرهم شايفيننا بيها، لغاية ما ثقتك في نفسك تبقى في سكة راضياكي. اعرفي حاجة، انك حلوة في كل حالاتك، وانك مختلفة ومميزة، سواء الناس شافوا ده
او ما شافوهوش. انت ليكي بصمه في الحياه وليكي دور، وجايه تعملي الدور اللي اتطلب منك على اكمل وجه، وهنسيب الحياه وهنمشي. بس في النهايه عيشي نفسك. اما العيوب او عدم الثقه في النفس، كل دي حاجات بتتعالج. بس عيشي نفسك، ما تيأسيش من اي عيوب فيكي. حتى لو كانت عدم ثقه في النفس، هتتداوى وهتتعالج، وهتبقي في يوم من الايام عندك كميه ثقه في نفسك. ممكن الناس كمان تشوفك بقيتي مغروره من كتر ما انت بقى عندك ثقه في نفسك. فما تخافيش، وحبي نفسك وتوكلي على الله، واحنا مع بعض. وان شاء الله الفيديو يعجبكم. ولغايه دلوقتي خلصنا، ما تنسوش لايك واشتراك. اشوفكم على خير. سلام.